مرحبا بكم معنا في فيديو جديد غنتحدث فيه عن مشروع الطاقة النظيفة بين المغرب وبريطانيا وآفاقه المستقبلية. ولكن قبل ما نبداو دعمونا بلايك، ضغطوا على زر الجرس فضلا وليس أمرا. يا الله وعلى بركة الله نبداو، واعطيونا ودنيكم. أصبح المغرب نموذجا يحتذى به في إنتاج الطاقة النظيفة، وفرض نفسه على مدى السنوات الأخيرة في مجال الطاقات النظيفة، إذ يحتل مراكز متقدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر المستقبل الأخضر. يعمل المغرب منذ 2009 على تحقيق 42% من قدراته الطاقية المتجددة بحلول سنة 2020، واليوم أصبح الهدف هو بلوغ 52% في أفق 2030. ويعد المغرب من أبرز منتجي الطاقة المتجددة حول العالم، وكرس انخراطه في مسار اتفاق باريس للمناخ. هذه الاتفاقية تهدف إلى خفض الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة، ولهذا الإطار وضع المغرب إطارا قانونيا من أجل تحقيق هذه الالتزامات. لكن رغم هذه المجهودات المبذولة ما زال المغرب يحتاج إلى استثمارات إضافية للطاقات المتجددة لتلبية حاجياته، نظرا للتزايد الطلب على الكهرباء، استغلالا لموقعه الاستراتيجي، إذ يتمتع بثالث أكبر إشعاع شمسي أفقي عالمي في شمال إفريقيا. بعد خروج بريطانيا من البريكسيت وتدهور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، عمل المغرب على الانفتاح على السوق البريطاني من أجل جلب استثمارات، وتم ذلك بالتوقيع على اتفاقية بين بريطانيا والمغرب من أجل تزويد بريطانيا بالكهرباء النظيفة عبر البحر. بريطانيا تعمل بشكل واضح على تنفيذ التزاماتها المتمثلة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وتتجه إلى إزالة الكربون بسرعة من اقتصادها والوفاء باتفاقية باريس للمناخ. فمن أجل الوصول إلى هذا الهدف بحلول 2035 يجب على بريطانيا تحويل نظام طاقة لديها بوتيرة سريعة، مع الاحتفاظ بالأثمنة المعقولة بالنسبة للصناعة والمنازل. ولهذا لجأت بريطانيا إلى الطاقة الريحية والشمسية للتزود بالطاقة الكهربائية، إذ سيتم مد أطول كابل كهربائي عبر البحر في العالم بطول 3800 كيلومتر من جهة قلميم وادنون، التي ستحتضن هذا المشروع على مساحة تبلغ 1500 كيلومتر مربع بتكلفة تقدر 21 مليار دولار. ويهدف هذا المشروع إلى تزويد حوالي 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية والريحية، وسينتج هذا المشروع حوالي 10.5 جيجا وات من الطاقة الكهربائية المحايدة كربونيا. وكشفت وكالة بلومبورغ نقلا عن مصادر بالشركة البريطانية إكس لينكس أنها تخطط لبدء مد الكابلات في عام 2025، وسيتم الانتهاء من النصف الأول من المشروع سنة 2027، بينما ينتهي الباقي سنة 2029. بمجرد انتهاء المشروع سنة 2030 سيكون المشروع قادرا على توفير 8% من حاجيات بريطانيا من الكهرباء، وسيوفر هذا المشروع 1350 وظيفة دائمة في بريطانيا بحلول سنة 2024، إضافة إلى 10,000 فرصة عمل في المغرب.